بارت 2 من حاجات كنت فاكر ان هي لسه بتجيب ريتش وطلع في الحقيقه ملهاش اي 30 لازمه. رابع حاجه وهي انك تكتب على البوست بتاعك عناوين مضلله زي شاهد قبل الحذف ولن يفوتك حصل معرفش ايه والحاجات المضلله دي. ويا حبذا بقى لو كان العنوان ملوش اي علاقه بالمحتوى جوه، كده مبروك عليك، المشاهد هيكرف لك بسرعه والخوارزميات بدل ما تعليلك الدنيا هتوطيها لك على الاخر، فما تعملش كده. خامس حاجه جروبات تبادل الفولو، اعمل لي فولو يا صاحبي وهرد عليك بفولو والدنيا حلوه كده ومشت. لا ما مشيتش، والخوارزميات هتعرفك انت وصاحبك وهيجيبوك واحد واحد، فما تعملش كده. سادسا بقى واخيرا وليس اخرا ان شاء الله، تنزيل المحتوى المعاد نشره. وهنا ما اقصدش الشير خالص، انا قصدي انك تجيب محتوى ناس اتفعلت عليه واوريدي جاب ريتش وتعيد تنزيله عندك تاني. ده ما بيزودش الريتش عندك خالص، بالعكس ده بيقلله وبيدي اشاره للمنصه انك من الاخر كده محتواك مسروق، فبلاش تعمل كده. في النهايه يا صديقي، الخوارزميات دلوقتي بقت اذكى. لو عايز تعمل محتوى بجد يتشاف ويوصل لأكبر عدد من الناس، محتاج يكون حقيقي وصادق في المقام الأول. يعني تحكي للناس قصة، تقدم لهم قيمة، مش يبقى هدفك ريتش وخلاص. وهنا ما اقصدش ان الخوارزميات تتحكم فيك بنسبة 100%، انت الانسان وانت اللي بتفكر، بس خليك ذكي ومتابع دايما عشان توصل لافضل النتائج. قولولي بقى في الكومنتات ايه الحاجات اللي انت لسه فاكر ان هي بتجيب ريتش ومش عارف هي دلوقتي شغالة ولا لا، وانا هرد عليك. ودلوقتي انت خلاص مش محتاج تعرف، انا لجين كونتنت كريتور وديجيتال ماركتير، بقدم هنا تيبس اند تريكس في الماركتنج والكونتنت. باي باي.